اليابان عملت تجربة غريبة جدا، دهنت البقر باللون الأبيض والأسود زي الحمار الوحشي علشان تحل مشكلة كبيرة. طب ليه اليابان عملت كده وإيه هي المشكلة اللي عايزة تحلها؟ صلوا على الحبيب وتعالوا نعرف إيه الحكاية. البقر زمان كان متضايق جدا من الذباب اللي اتغدي، مش بس وجع، ده ضغط نفسي وعصبي كبير جدا على البقرة. عايز أقول لك إنها بتستهلك كل طاقتها في طرد الذباب بدل ما تنتج الحليب. العلماء راحوا فكروا فكرة غريبة جدا، إنهم يلونوا البقر بخطوط سودا وبيضة، والسبب في كده إن عين الذبابة مش زي عينينا، هي عين مركبة بتفهم السطوح الهادية والألوان الواحدة. لكن لما تشوف أسود جنب أبيض باختلاف حاد، المخ عندها بيتلخبط ويضرب خماس في سداس. هي مش بتبقى عارفة ده جسم واحد ولا كذا جسم ولا هتهبط فين أصلا. والنتيجة الذباب هاجم البقر العادي وساب المخطط تقريبا. وبكده يا صديقي الذباب ابتعد، وبالتالي الأبقار بقت أهدى وبدأت تنتج حليب أكتر من الأول. يعني البقرة لما بتبقى زي الوحش الكل مستفيد ما عدا الذباب. لو أول مرة تعرف المعلومة دي اكتب سبحان الله، وفي النهاية صلى على الحبيب.